فانا كنت دايما هدفي من السوشيال ميديا ان يا جماعه احنا نظهر على حقيقتنا. دايما الناس موهومه بالانفلونسرز والبلوجرز وبتسافر وبتلبس، مش بيشوفوا الجانب التاني من حياتهم. معانا النهارده كابتن درية نادر، واحده من اجمد واظرف الفيتنس انفلونسرز في مجال الفيتنس. ازيك يا كوتش؟ ازاي؟ عامله ايه؟ كويسه، هنبدا انت الحلقه عامل بقى من ايه؟ غير هزار. يلا طيب عايزين بينا. نعرف بدايتك في المجال خالص، وايه اللي خلاكي تدخلي مجال الفيتنس؟ بص، انا بدات في المجال ده من حوالي 6 سنين، ودخلته بسبب كان عندي ظرف صحي. وقتها قررت، يعني بعد ما دخلت بقى اتمرنت على لوحدي، وانت عارف بقى تخوض التجربه دي من سنين يعني. بعد كده قررت، قلت لا، انا هساعد كل الناس ان هي ما تحسش المشاعر اللي انا حسيتها وقتها. لان وقتها ما حدش ساعدني خالص، و... وقدرت الحمد لله احقق ده. طيب عايزين نعرف ايه نقطه التحول في حياتك، اللي من واحده مثلا بتتمرن عادي زي ما احنا كنا عارفين اي حد فينا، ليه ان انت بتعملي محتوى على السوشيال ميديا والناس تحب تتابعك والكلام ده كله؟ بص، هو الموضوع بالنسبه لي جه من زمان قوي وانا صغيره. دايما عندي حلم كده ان انا اوصل لحاجه معينه، مش هقولها طبعا. بس ايه بس يعني لا، استنى، الحته دي رخمه. بصي يا مينا، هو الموضوع بالنسبه لي ابتدى من وانا صغيره. كنت عايزه اعمل حاجه محتوى وافيد الناس. آم، الموضوع بس ابتدى صدفه، يعني انت لو متابع فيديوهاتي انا معظمها كوميديه، لسه ما بالظبط. ابتديتش المحتوى. واعتقد ان انا اول واحده، يعني اقدر اقول ان انا اول واحده في مصر بقدم محتوى على الستوريز بس. يعني الاستوريات بتاعتي مش مجرد بظهر حياتي اليوميه وخرجت ورحت، لا، انا بقدم فعلا محتوى حقيقي على السوشيال ميديا. في الستوريز الناس كلها بيبعتوا لي اسئلتهم. فابتدت بقى الموضوع ابتدى من هنا. بعد كده بقى ابتديت بقى ايه، حركت شويه في الفيديوهات بس. جميل. ما تجيبوش حته الربشه دي. يعني يلا طيب عايزين نعرف إيه، كل واحد يبقى عنده رساله من الكونتنت اللي بيقدمه، فانت ايه رسالتك من الكونتنت اللي انت بتقدميه للناس؟ بص، هو انا عندي الحاجه اللي كنت عايزه الناس توصل لها هي الثقه بالنفس. يعني هو ده كان المحور بتاعي، موضوع الثقه. موضوع ان الشخص يبقى عنده طموح وهدف. اوكي. آم، وزي ما انت قلت من شويه، موضوع نقطه التحول ده، انا حياتي كان فيها نقط تحول كتير. وبشوف ان كل الناس بلا استثناء دايما عندهم حاجات في حياتهم غيرتهم. لكن مش كل الناس عندها الجراءة إن هي تطلع وتتكلم عن الظروف أو الحاجات اللي حصلها في حياتها. صح. فأنا باشوف نفسي إن أنا شخص قادر، عندي الجراءة إن أنا أعمل ده، وبانقله حتى بصورة لذيذة وتوصل للناس. اوكي جميل. طيب انت بداتي في مجال الفيتنس كشغل، يعني بدايتك على طول في الفيتنس، ولا انت كان عندك مثلا اكسبيرينسز تانية في حاجات تانية واحده واحده ولقيتي الموضوع ده هو الباشن بتاعك وبداتي تبداي فيه؟ بص، أنا من وقت ما كنت في الكلية كل شوية بخش في مجال، يعني دايما بمشي ورا الشغف بتاعي لحد ما أحس لا، أنا مش درية، فانقل لحاجة تانية. اشتغلت قبل الفتنس ده، كنت بدي كورسز في منظمة اليو ان اوكي. لدعم السيدات اللاجئات اوكي. من مختلف الجنسيات، سودانيين وسوريين وجنسيات تانية كمان. كنا بنديهم كورسات عشان نمكنهم من العمل ويبقى عندهم زي حرف. كنت بدي كورس ليه علاقة بالميك اب والسكين كير وحاجات ليها علاقة بالجمال يعني. بعدين بعدها بشوية حسيت ان انا لا، يعني انا بحب الجيم وعندي تجربة حقيقية فيه. فما ساعد الناس بقى في النقطة دي. جميل. طيب لو هنقول كل واحد فينا بيعدي في فترات يبقى مكتئب، مش كويس، مش حاسس ان هو احسن حاجه، طيب انت بتعملي ايه عشان تعدي الفترات دي، وتنصحي اي حد بيعدي في الوقت ده يعمل ايه، خصوصا يعني ايا كان مثلا في الجيم ما لقاش نتيجه في حياته، حاجه مشكله حصلت في شغله، في علاقات، الكلام ده كله؟ بص، هو انا بشوف ان من الانسان الواعي اللي يبقى مدرك ان كلنا عندنا مشاكل في حياتنا وكلنا بنمر بأزمات. لكن الذكي اللي يعرف ازاي يتعامل معاها ويعرف ان كل حاجة في الدنيا بتعدي. وعلى فكرة مفيش حاجة ابدا ثابتة. يعني احنا عندنا
الحاجة الحلوة مش ثابتة والوحشة مش ثابتة، فدايمًا الناس مشكلة بقى الناس وخصوصًا أنا في مجال الgym اللي أنا باتعامل معاه، دايمًا الناس بتتعامل على مشاكلهم على أساس إن هم ضحايا المشاكل دي، وهُم في الحقيقة ما حدش ضحية، إحنا كلنا جايين في الدنيا دي لرسالة وهدف، وأي موقف بيمُر في حياتك هو مش جاي يعدّي صُدفة كده عشان يرخّم عليك، هو جاي يعلّمك مهارة أو تكتسب أي حاجة منها، بس هو جاي رسالة وهدف، الذكي بقى اللي يفهم الرسالة دي وخلاص ويعدّي ويكمّل حياته يعني. هو كان السؤال إيه بقى أصلًا؟ حاسة إن أنا خرجت برّه آآ الموضوع أوي. لمّا تبقي في وقت متضايقة، مكتئبة، ماشي. بتطلعي إزاي؟ لو رجعنا بقى للسؤال بتاعك إيه الحاجات اللي باعملها، هي طبعًا الgym من الحاجات والناس اللي بتتمرّن بانتظام هيبقوا فاهمين كلامي، الgym من الحاجات اللي بتدّيك إحساس ما فيش أي حاجة في الدنيا تساويه خالص، مهما عملت الgym بيدّيك إحساس عشان أنت بتبقى في مواجهة مع نَفْسك، ما فيش طرف تاني في الموضوع، فبتعلّمك حاجات كتيرة، بتعلّمك تبقى ملتزم وتحب نَفْسك والاستمرارية. وفي نفس الوقت بتدّيك إحساس ومشاعر تحدّي حلوة كُلّنا أصلًا بنبقى عايزين نحسّها. جميل. طيب لو هنقول إيه مثلًا يعني يعتبر أسعد لحظة عديتِ فيها في حياتِك، جوّه أو برّه المجال، حاجة في حياتِك عامةً؟ أسعد لحظة بُص يعني أي حاجة باحقق فيها نجاح حتى لو كان صغير بالنسبة لي أسعد لحظة، آمم لمّا أغيّر حياة حد، لأن الإحساس ده ما حدّش ادّاهوني، بس لمّا تمرّن حد وتتابع معاه ويبقى مبسوط ويبقى حاسس إن هو إنسان مختلف، ده أحلى حاجة ممكن أحسّها، عشان باحس إن أنا حققت فعلًا رسالتي. دايمًا يعني أنا متّفق أيوه. مع الموضوع ده إن هو يعني الواحد بيحس بسعادة لمّا بيسعد حد تاني، دي أكتر level من levels الانبساط ولمّا يعني. تحس إن أنت تعبك ما راحش كده يعني عارف يعني إيه تغيّر حياة حد، يعني شخص نفسيًا وجسديًا ومشاعره كلّها تتغيّر، وخلّي بالك أصلًا علاقة الإنسان بجسمه من أهم العلاقات، لو هي الشخص علاقته بجسمه سيئة، حياته كلّها هتبقى سيئة، لأن هو مش عارف يكون قريب من نَفْسه اللي هي أقرب حاجة ليه يعني، ما فيش حد تاني مش مامته مثلًا والّا ابنه أنا نَفْسي مش عارفة أبقى قريب منها، مش عارفة أتقبّلها، أتقبّل أي وضع حواليّا إزاي. آمم، على نقطة إن التدريب أنا في موضوع السوشيال ميديا استغلّيت حتّة إن أنا وده طبعًا دايمًا باطوّرها وانمّيها، استغلّيت حتّة إن أنا أعتقد إن أنا نادرًا ما تلاقي مُدرِّب بيشتغل على الجزء الصحّي والجسدي بتاعك، وبيشتغل على الجزء النفسي، وأنا أخدت كورسات في الجزء ده، فعندي خبرة، فلمّا بييجي لي الشخص أنا بابقى عارفة هاركّز معاه على إيه، وده ذكاء المُدرِّب بقى، بس أنا خرجت برّه السؤال أوكي، أوي. لأ مضبوط، صح، صح. طيب لو هنقول إيه أسوأ لحظة بقى؟ كتير أوي، بس هي دايمًا أسوأ لحظات بالنسبة لي كانت نقطة تحوّل في حياتي، يعني أنا فاكراهم أقولهم قولي طبعًا. أنكد على الناس؟ لا، لأ عادي ما بُص اللي حاسّاه قوليه يعني مش أنا عندي تروما نقدر نقول إن هي تروما آآ كذا نقطة كده في حياتي، أول حاجة وأكتر حاجة فاكراها لمّا بابا كنا بنتغدى ودخل يغسل إيده، خرج مش عارف هو فين أصلًا ولا عارفنا، فده عمل لي صدمة، اللي هو فجأة أنت بالنسبة لك حد عايش معاه حياتك كلّها وأنا قريّبة جدًا، جدًا من بابايا، وفجأة ما هو حياته بتتغيّر وبيبقى بالنسبة لك شخص تاني، شخص بيهتم بيك أوي، بيعمل لك كل حاجة، لشخص أنت بتعامله بقى كإنه baby. فدي من النقط التحوّل في حياتي وعملت لي صدمة، آآ لإن بعدها بوقت قليل بابا جاله يعني هو already كان جاله الزهايمر، جاله شلل و و وما بقاش طبعًا يعرف يتحرّك، فلازم كان حد إن هو يشيله ويتحرّك بيه وكده، وده كان جزء كبير أوي برضه من إن أنا لازم ألعب رياضة، لأن ما كانش عندي option إن أنا أستسلم. لازم تستخدمي لازم physical طبعًا، تستخدمي جسمِك وأنا كلّه. كمان أصلًا من لمّا قُلت لك كان عندي مشكلة صحية، أنا كنت نحيفة جدًا، نحافة مرضية، كان وزني قليل أوي، أوي،
فدي من الحاجات الصدمات اللي عملت لي نقطة تحول في حياتي في أكتر من جانب، وقررت إن أنا أساعد الناس إن هي ما توصلش للمرحلة دي. اوكي، جميل. طيب مين اكتر ناس اثروا في حياتك؟ أبويا طبعا، يعني أبويا ليه الفضل عليا، وهو سبب في كل حاجة أنا بعملها، وعشان هو خلق جوايا إن أنا يعني خلق جوايا إن أنا أحب نفسي، وإن أنا أبقى واثقة من نفسي، فبتلاقيني أي موقف بعدي فيه دايما بفتكر كلامه، ودايما بيبقى في بالي، يعني دايما صوت أبويا في أي موقف، الكلام اللي كان بيقوله لي هو ده اللي فعلا لغاية دلوقتي مخليني مستمر. جميل يعني. طيب على الجانب الرياضي ده في حياتك، وده اقوى حاجه طبعا، في الجانب الرياضي في اي حد بتحس ان هو آه، يعني في القدوه ليكي في حته الفتنس؟ ما فيش حد بيبقى قدوة طول الوقت بالنسبة لك، بس وفي كل حاجة، لكن يعني حاجات معينة، يعني مثلا مش هقول أسامي، لكن في ناس مثلا تلاقيه ناجح في الجزء الشغل بتاعه، بيعرف يسوق لنفسه قوي، فتلاقيني بتعلم منه، بروح للشخص ده أسأله بتعمل إيه. في شخص مثلا تلاقيه بيعرف يظهر بصورة كويسة ومحافظ على جسمه وبتاع سنين كتيرة، فبتروح تسأله. فما فيش حد بالنسبة لي طول الوقت هو قدوة، لكن طبعا كل الناس بلا استثناء، أي حد أصغر مني أو أكبر مني بحب أتعلم منه، ما عنديش خالص أدنى مشكلة إن أنا أعترف بده، عادي جدا، وتلاقيني بسأل عادي، بسأل حتى في حاجات أنا عارفاها، لأن ممكن تبقى أنت عارف الحاجة لكن باصص لها من زاوية مختلفة، هتتعلم اكسبيرينس جديدة من شخص تاني. صح. طيب ايه اكتر درس الرياضه علمته لك؟ آم، أكتر درس الرياضة علمتهولي إن ده الاستثمار الوحيد اللي يستحق إن أنت تصرفي فيه فلوس وتبذلي فيه مجهود قوي، لأن هو ده الاستثمار الوحيد اللي عمره ما بيخسر، وعمرك ما هتندمي إن أنت دخلتيه. وعلمتني كمان الالتزام تجاه نفسي، يعني الشخص اللي بيتمرن طول الوقت وبيظبط أكله، هو يعني فطرته بتتغير وبيتحول لشخص ملتزم في حاجات تانية. انت بتصحى من نومك عندك الساعه بتاعه الجيم، دي ساعه اساسيه، لما بتيجي بقى تدخل مثلا حاجه في الشغل وكده بتبقى برضو ملتزم تجاهها، لان خلاص اوريدي انت اتعودت. فهي الرياضه فعلا مش بتشتغل بس على شكل الجسم بتاعك، هي بتشتغل على المنتاليتي بتاعتك والحاله النفسيه بتاعتك. وبتبني الالتزام زي ما انت قلتي، طبعا بيخلي حياتك كلها بعد كده ماشيه بنفس طبعا طبعا. الريتم ده. كتير قوي من الناس بتعاني من آلام مزمنة وإصابات عضلية أو في الأوتار بتاعت الجسم كله، سواء الكتف سواء الركبة سواء الأنكل. المشاكل دي لأي حد في المجال الطبي أو كمدربين لما بيقابلها بتبقى مشكلة شوية في التعامل معاها. عشان كده عملنا لكم ورك شوبس باندل، هنتكلم عن اشهر الاصابات العضليه من اول الشد العضلي لحد المزق درجاته، وهنتكلم كمان عن الاصابات المزمنه اللي بتحصل في العضلات والاوتار. طيب محتواكي زي ما قلنا في ترفيه وفي تعليم، مم. يعني في شويه فيديوهات نصايح، طبعا. فالميكس ده شايفه يعني الناس بتحب ايه اكتر؟ ولو هنقول ان هي بتحب الترفيه، طبعا هو انت عارفه اللي بيجيب ريتش وبيجيب فيوز، بس انت لسه ستيل بتعملي حاجات برضو تعليميه وحاجات فيها افاده ومعلومات بجد، فالميكس ده بالنسبه لك عامل ازاي؟ بص، هو انا لما قررت اخش السوشيال ميديا قررت ان انا ابقى نفسي، و... وكلنا بلا استثناء عندنا جوانب كتير في حياتنا، يعني انت دلوقتي وانت قاعد كمذيع غير في الجيم غير في البيت، عندك شخصيات مختلفة. فانا قررت ان انا ابقى انا واظهر شخصياتي دي عادي. فانا عندي جانب من حياتي كوميدي، انا بحب الهزار وبحب اضحك ومنطلقة على وبحب يد على يد. وعادي ممكن فجأة تلاقيه بزغرط مثلا، يعني بجد هو مش جنان، انا دي شخصيتي ومتقبلاها عادي. فبنقل الصورة دي والجانب ده. عندي في نفس الوقت جانب الرياضي، بنقل للناس اللايف ستايل بتاعي عامل ازاي. وساعات على فكره يعني احنا عن بعد على السوشيال ميديا، انت ساعات بتشوفني بنقل للناس ان انا ساعات بلخبط في الاكل، وساعات ببقى مش عايزه اتمرن، لان انا في الاخر بشر. فانا كنت دايما هدفي من السوشيال ميديا ان يا جماعه احنا نظهر على حقيقتنا. دايما الناس موهومه بالانفلونسرز والبلوجرز وبتسافر وبتلبس، مش بتشوفوا الجانب التاني من حياتهم. فقلت طب ايه المشكله ان انا ابدا اظهر للناس ان انا عندي جانب حلو وعندي جانب وحش زيكم، لان ابتدى الموضوع ياثر على ناس كتير، انت اكيد بتشوف ده. الناس بقت موهومه قوي 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 بالصور،
وبتتغافل او مش مدركه الجزء التاني من حياه الشخص. صح. فانا يعني عادي بظهر الجانب بتاعي، يعني لان انا اصلا شخص بتعب على نفسي في اكتر من جانب. انا بشتغل على نفسي فكريا، باخد اوكي. كورسات دايما، بحب اقرا كتب، بشتغل على نفسي نفسيا ساعات كتيره قوي، ومش بتكسف ابدا ان انا اقول ده. ساعات ببقى محتاجه اروح لثيرابيست، بروح لشخص متخصص يفهمني انا اللخبطه دي عندي سببها ايه، يقعد يرتب لي افكاري. بشتغل على نفسي جسديا، ان انا بروح الجيم او بنظم اكلي. بشتغل على نفسي ان انا بشوف المهام اللي عندي. انا في الاخر عندي مسؤوليات، بشتغل عندي مسؤوليه تجاه ابني. وعلى فكره محدش يعرف ان انا عندي ولد عنده 7 سنين. دي حاجه اكسكلوسيف. يعني انا عندي ولد عنده 7 سنين محتاج شخص يبقى قدوه بالنسبه له. فانا لو مش عارفه انظم الحاجات دي هعملها ازاي؟ وبعدين انا لما اول ما حملت دايما شايفه ان الناس عندها افكار سيئه قوي قوي عن الست اللي اتجوزت. يعني دايما هتلاقي، وانت طبعا بتشوف ده كتير، دايما يقول لك اصل انا لما اتجوزت اتخنت، اصل انا لما اتجوزت جسمي باظ، على اساس ان الجواز مرتبط بالحاجات دي، مع ان هو ملوش اي علاقه. فانا وقتها لما حملت اخدت عهد على نفسي ان انا مش هخلي جسمي يبوظ، مش هسمح بده، مش هخلي نفسي في يوم من الايام ابص على نفسي في المرايه اقول ايه ده، مين دي. وده اللي بيحصل معانا كلنا، انت بتيجي مع الوقت والظروف والمسؤوليات بتبص على نفسك في المرايه تقول هو انا مين، تبقى تايه مش عارف نفسك. فانا دايما كنت بعمل ستوب كده في حياتي وارجع تاني انظم ورقي تاني. فكل ده انا عايزه انقله للناس، عايزه اقول لكل ست ان انت تقدري تبقي تقدري تبقي زوجه، تقدري تبقي حلوه، تهتمي بلبسك. انا برضو داخله شويه في مجال الفاشن والحاجات دي. تقدري تعملي الحاجات اللي انت بتحبيها بدون ما تنسي ان انت عندك مسؤوليات. يعني نعرف نوفق ما بين كل ده، مش هنبقى ابطال. ودايما بقول للناس يا جماعه بلاش مثاليه. انا مش شخص بدعو للمثاليه، لكن ساعات بعمل وبتعالج من الموضوع ده. الام غصب عنها بتبقى عايزه تعمل كل حاجه واحسن حاجه. فبحاول انا اساعد الناس واكتسب من خبرتهم وما يكتسبوا من خبرتي. جميل. احنا برضو شفنا البطله المصريه في الاولمبياد اللي هي كانت 7 شهور حامل يعني مثلا، يعني ودخلت دي تنافس اكبر مثال. هتلاقي بقى في ناس بقى متخلفه كده طالعه في النص يقول لك ايه، روحي شوفي بيتك ومش عارف ايه. يعني قله ادب والله العظيم. المصريين برضه ارحمونا بقى. عندهم جانب كوميدي المصريين. لا مش جانب، يعني لا مش جانب كوميدي على قد ما هو ده يدل هو عدم ان ثقافه عشان عدم وعي. ولا ثقافه. هو الشخص يدل على ان هو بيبص لنفسه نظره متدنيه باعلى مراحلها، لان هو مش عارف يبقى كده، ايوه صح. فدايما يحبط اللي قدامه. فاحنا عندنا حاله الاحباط دي. انا تعرضت للتنمر يا مينا بشكل كل ما الواحد برضه السوشيال ميديا بيشوف اكتر، كل ما فيديوهاته طبعا. تتشاف من الناس اكتر، بيلاقي يعني ودايما هتلاقي الناس اللي ناجحين على السوشيال ميديا اصلا بيتعرضوا للتنمر. هو لو شخصيته مش قويه كفايه ان هو يفهم ان عادي الناس دي فاضيه هيتدمر. واحنا شفنا ناس كتيره قوي، ناس بعد ما كانت في التوب بتاعها بقت تطلع وتعيط وتزعل وبتاع ومش عايزه تكمل، وفعلا ما كملوش. صح. طيب احنا شفناكي في كذا برنامج صح؟ انهين ايه انهين. الحاجات اللي كانت على التلفزيون القنوات ايوه المصريه، الحمد لله. فمش البرامج مش البرامج الكوميديه، لا البرامج التلفزيون المصري. ايوه فبتحس بايه لما حد بيكلمك ويقول لك عايزينك تطلعي تتكلمي والكلام ده؟ بص مش هقول القنوات عادي. عادي. بص انا الحمد لله الحمد لله طلعت في اقوى القنوات. يعني طلعت في اون تايم سبورت، وطلعت في المحور، وطلعت في قناه الزمالك، وطلعت في زملكاويه؟ لا وربنا مش زملكاويه ولا اهلاويه. مش بتابع كوره وما فهمش فيها. وطلعت في القناه الاولى المصريه. طبعا اتبسطت جدا وحسيت ان بنجاح كبير يعني، وحسيت ان انا ابتديت بقى اول سلمه، وابتديت بقى الرساله بتاعتي تكبر والمسؤوليه بتاعتي تزيد. وده خلاني اشتغل على نفسي اكتر، وعايزه بقى اخد كورسات اكتر عشان افيد فئه اكبر، وابقى عندي علم بشكل مختلف. اوكي. طبعا دي من احلى الحاجات اللي حصلت لي الشهرين اللي فاتوا، يعني القنوات اللي انا طلعت فيها. حلو قوي.
الجروب اكسرسايز مش بالفهلوه ولا بالحب. ناس كتير فاكره ان الجروب اكسرسايز بيبقى ليه شكل معين او بيحضروا ناس معين. الحقيقه ان الجروب اكسرسايز او الجروب تريننج هو فرع مهم جدا في التدريب، ويعتبر من اهم اساليب التدريب الموجوده في الساحه الرياضيه حاليا. والسكيل دي بالنسبه للمدرب تعتبر اساسيه جدا، لانها هتعلم من المدرب على المستوى العلمي والمهني والمادي. في الورك شوب بتاعتنا هنتعلم ازاي نعمل بروجرام ديزاين للكلاس بتاعي، وايه الكونسيدريشنز اللي اخدها في اعتباري وانا بعمل الكلاس، وهنتعلم مع بعض ازاي نبني شخصيه انستراكتور ناجح، وايه هي اهم صفاته، واشهر الادوات والتمارين اللي اقدر احطها في الكلاس بتاعي، وازاي اتجنب الاصابات اللي ممكن تحصل اثناء الكلاس، وحاجات تانية كتير جدا هنتعلمها سوا في الورك شوب دي. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر ابعت لنا مسج دلوقتي على البيج. طيب ايه اكتر مقوله مأثره فيكي او مقوله ماشيه بيها في حياتك؟ الجد ده بقى، ما انا مش هعرف اقولها الناس مش لازم يعني معناها، فيما معناه. استنى استنى يا ربي، ايه كلا ايه، فيما معناها يعني استنى بس، بسم الله الرحمن الرحيم، نعدي السؤال ده. طب لا قولي لا، معناها. بص معناها، وربنا كانت في بالي، اللي هو كل شخص بيتكلم باللي جواه، فدايما اي حد كل اناء ينضج بما فيه. ينضج، ايوه، لا ينضخ ينضح ينضج. يعني هو يعمل حاجه. يعني كل اناء باللي فيه يعني. كل اناء بيخرج اللي هو جواه. يعني دي من الحاجات اللي دايما لما بلاقي شخص بيتكلم، وخصوصا ان انا خدت كورسات بقى في اللايف كوتشنج وكده، فتلاقيني قاعده بصله كده اقول له فبقعد بقى ايه احلل بقى، انا عندي التحليل ده عالي قوي، ده هو حس عشان حس بكذا فقال كذا فمش عارف ايه، فهو ده المثال يا جماعه. طيب لو هنقول بالنسبه لك ايه هو النجاح؟ بص بقى، انا بالنسبه لي كدريه، النجاح الحقيقي ان انت تعرف توفق كل جوانب حياتك. لو عرفت تعمل ده يبقى انت شخص ناجح. لو عرفت توفق ما بين حياتك الشخصيه وما بين شغلك وما بين نفسك، علاقتك بنفسك، وما بين صحتك، يبقى انت كده انسان ناجح. انما هتنجح في جانب واحد، انت كده مش ناجح. انت بتروح بيتك تبقى حاسس بتأنيب الضمير ان انت مقصر في حاجات تانية، ففين بقى النجاح في ده؟ مثلا الستات او الرجاله اللي بيركزوا قوي قوي في شغلهم على حساب اسرتهم وعلى حياتهم، ما ده برضو مش نجاح. هتيجي في وقت هتحتاج اسرتك دي. فالنجاح ان انا اعرف اوازن ما بين جوانب حياتي كلها. مظبوط. طيب ايه بقى الصفه اللي في الشخص الناجح لازم تبقى موجوده فيه؟ الصفة اللي في الشخص الناجح ان ما يبقاش متردد، ياخد القرار كده يعني توكل على الله. اللي يحصل يحصل. ليه بقى؟ لان انت ترددك ده في حد ذاته فشل. لان انت لما الناس دايما فاكره ان التجارب اللي انت بتخشها وفشلت فيها هو ده فشل، هو مش فشل، هو ده نجاح للخطوه اللي بعدها، انا بتديك خبره. فانا دخلت مشروع خسرت فيه، خسرت طبعا حاجات كتيره، بس في نفس الوقت اكتسبت خبره، لما اجي اخش مشروع تاني يبقى عندي خبره. فهو عدم التردد دي من الصفات اللي احسها ان هي مميزه في الشخص الناجح. طيب اخر سؤال عميق. الحياه مم. في الفتره اللي انت عشتي فيها من اول ما اتولدتي، ايه اكبر درس اتعلمتيه؟ لا، دروس كتيره. آه، اكتر درس اتعلمته هقولهم لك يعني بالترتيب. ما تتعلقش بحد ابدا، ولا حتى ابوك وامك. يعني دايما تبقى حاطط في دماغك ان هيجي يوم وكل ده ينتهي. فموضوع التعلق ده اشتغلت عليه قوي. الدرس التاني ان انت اهم واحد في حياتك، انت رقم واحد. لو اديت لنفسك الوقت والمجهود هتعرف تدي للي حواليك. انما تبقى شمعة تحترق من اجل الاخرين، ده هيتداس عليك. ليه؟ لان الشخص اللي ما بيعرفش يحب نفسه ما بيعرفش يحب الناس بصدق. وسيبك بقى من الكلام الفاضي اللي يقول لك لا واصل انا لما بسعد غيري بحس بالسعاده. بس انت لو مش عارف تسعد نفسك يبقى كل اللي بتعمله ده فيك. فدي من دروس اتعلمتها يعني. اتعلمت برضو ان كلنا مرضى نفسيين.
مش عارفه ينفع اقول حقيقه، كده لا دي ولا حقيقه، لا. صح صح. كلنا، وخصوصا على بنسب فكره يعني. في المجال بتاعنا. يعني انا كمان عشان المجال بتاعي ميكس ما بين النفسي والجسدي، فتلاقيني فاهمه دواخل الناس قوي. فاحنا حرفيا كلنا عندنا مشاكل نفسيه، وكلنا محتاجين نشتغل على نفسنا، وخصوصا في فتره الطفوله وصدمات الطفوله. فهتلاقي اي مشكله بتمر في حياتك هي اعاده سيناريو للي حصل لك زمان بس بشكل مختلف. صح. طيب سؤالين خفاف كده. يلا بينا. لو هنخيرك بين الفورمه والفلوس والشهره تختاري ايه؟ ايه السؤال الرخم ده؟ ما ينفعش يبقى كله. الثلاثه حلوين ما ينفعش اخد الثلاثه وامشي. أيوة. آه، حاجه واحده بس. الفورمه ولا بس هو في حاجه فورمه بصحه ايوه ولا فورمه بصحه، لا الصحه عشان طبعا. السؤال ده بيتسال على طول. بصحه لا لا طبعا الصحه مهمه. صح، لان انا جربت الثلاثه، يعني جربت اخسر الثلاثه. لا طبعا اقيمهم وافضلهم هي الصحه، ما تعرفش تعوضها ابدا. مظبوط. طيب انت انطوائيه ولا اجتماعيه؟ انتوا شايفين ايه؟ لا. بص، هو عندي ميكس غريب الحقيقه. يعني ممكن ابقى قاعده مع ناس عامله كده وتحس ان انا متوحده، ومع ناس عادي تلاقيني بقى بمشي على الحيطان وعندي فرط حركه وكده، فانا احنا مش معانا فاهمه احنا بقى. معانا غصب عننا ده الايد التانية. فهو على حسب بقى ايه الجو اللي حواليك. اوكي. كده احنا الحمد لله الجو حلو. الجو بس حلو هو قوي. اهم حاجه بالنسبه لي في الحالتين ان انا ابقى على طبيعتي. يعني صح. دايما اتعلمت ان انا هو الانسان جواه الاثنين، هو اللي بيطلع بالظبط اللي بيبقى متناسب مع البيئه اللي بالظبط انت فيها. بالظبط. ودايما الانسان اللي بيشتغل على نفسه دايما بيفهم حته ان انا ابقى حقيقي في مم. الحالتين. انا دلوقتي عندي مشاعر سلبيه، فانا ليه اظهر للناس ان انا مبسوط صح وفرحه؟ انا مش، ما فيش حاجه تستحق ان انا اجي على مشاعري يعني. مظبوط. طيب ايه فكره غلط الناس واخداها عنك؟ افكار عادي ما بيهمناش. لا عايزين افكار فكره كتير. على السوشيال ميديا بص، اكتر. السوشيال ميديا دايما خداعه ودايما بتاخد بالظاهر. فانا عشان دايما في الاول برضو كنت بعمل تيك توك بقى واهزر وبتاع، فدايما واخدين فكره عن ان انا شخص تافه، او انا أي نعم شخص ساعات ببقى تافه، لكن عندي جانب واعي في اكيد. حياتي وجانب مش قليل، يعني جانب كبير. بس دايما برضو الناس واخده انطباع عن اللي بينزل بقى صور وبيسافر ويروح يجي ان هو حياته كلها كده. انتوا ما تعرفوش اصلا احنا بنعمل ايه عشان نوصل لده. يعني انا عشان برضو حاجه تانية، دايما الناس واخده انطباع عن البنت الحلوه اللي بتتمرن بقى وهي حياتها كلها كده بقى متدلعه وبتاع. احنا، انتوا ما تعرفوش احنا بنمر ايه بحياتنا عشان نوصل لده، وما تعرفوش احنا بنشتغل على نفسنا ازاي ان انا اعرف ادخل الساعه بتاعه التمرين بتاعتي دي في يومي. ما انا زيكم ما عنديش برضو وقت وبشتغل وعندي طفل وعندي مسؤوليات كتيره، لكن انا بتحدى نفسي ان انا ادخل الساعه دي في يومي. فلا، الناس واخدين انطباع ان انا بقى فرفوره ودلوعه وكده، وده مش حقيقي خالص يعني. مم. بس يلا عادي. طيب عامه احنا خلصنا الاسئله. انت عايز تقولي حاجه او هتحبي تنصحي الناس بحاجه معينه ما كناش عليها، عارف او انا جه في دماغي المشهد ايه؟ في سينما في دماغك؟ عارف الست عارف الست بتاعت انا عايزه اعمل كده. انصح الناس بايه؟ يعني في انهي جانب بقى؟ اللي انت عايزاه يعني، بجد اعتبري ان اللي بيسمعك كل الفئات وكل في كذا مجال، فانت قولي نصيحه اللي انت تحسيها مناسبه. دايما اشتغل على نفسك، دايما اشتغل على نفسك. يعني يعني خد عهد على نفسك كده ان ما يمرش شهر، او يا سيدي بلاش شهر، ما يمرش سنه او 6 شهور غير تلاقي نفسك اتغيرت واتطورت، حتى لو في جانب بسيط في حياتك. يعني بنلاقي ناس كتيره بتعدي عليها 10 سنين تروح وتيجي وتسافر وترجع تلاقيها هو نفس الشخص، في طباعه وفي شخصيته وفي مرتبه وفي شكله وفي جسمه وفي اللايف ستايل بتاعه. فدايما بشوف ان دي من اهم الحاجات، وده اللي انا بشتغل بيه مع الناس، ان دايما ابص على نفسي شهر عن شهر انا بتطور في اكتر من جانب. فعشان كده قلت لك دايما التوازن في حياتك ده مهم. جميل. طيب عايزين اخر حاجه سؤال حابين نعرفه رايك في الحلقه وفي الاسئله وفي المحتوى وفي كل اللي احنا أنا عملناه جزء في الحلقه من اول ما صورنا مش قبل جزء بجد التصوير. يعني. لا لذيذ، يعني اولا دمك خفيف، الله يخليك. ثانيا بتسمع حلو قوي، وده على فكره مش اي حد يعرف يعمله. دايما الشخص اللي بيبقى واخد دور بقى المذيع بيبقى عايز بقى ايه، انا اخد اللقطه وانا المذيع وبتاع، فلا انت بتسمع
ده إن كان يدل على حاجات حلوة جواك يعني. الله يخليك. الهاتف نسيت. الحاجة التانية عشان أنت فاهم في المجال، فالكلام بالنسبة لك أنت مستوعبه، يعني مش مستغرب من الكلام أو حاسس إن هو كلام ملوش لازمة يعني. لأ، والجو نفسه حلو لذيذ، عجبتني انبسطتي الفكرة، معانا يعني. وعاجبني البتاع اللي إحنا مفعوصة اللي فيها لقيناه دي. بقى. لأ حلوة اللي عشان لقيناه. بتحسسك إن أنت إيه على راحتك، يعني اللي هو اه على طبيعتك يعني، مش قاعد بقى متكتف وكده. صح. احنا مبسوطين ان انت كنتي معانا النهارده، ونتمنى الناس تنبسط من الحلقه. شكرا يا ابني. شكرا. لا ان تنسيت. شاء الله تنبسط من الحلقه إن شاء الله ويستفيدوا بإذن منها الله، يعني. بإذن الله. باي باي.